السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. شوية محشي بقى إيه، سكر، لا حاجة على البال ولا على الخاطر. لميت بواقي التلاجة كده وقلت أعمل بقى إيه، عظمة. كان باقي رز بقى من الممبار اللي كنت عاملاه معاكم على العكاوي والكوارع. وطبعا كنت باخد شويه شويه في العلبه كده زي ما انتم كنتوا شايفين، عشان عامله حساب ان ممكن يبقى رز اعمل منه اي حاجه بعد كده. وكان عندي شويه ورق خاص على شويه ورق عنب على كوسه، لميت بقى بواقي التلاجة وعملت بقى ايه، عزومه بقى كده. طبوا عليا ايه، مش كتير، هما اتنين بس. قلت والله لما طلع بقى الرز عندي اهو، الحقه على اللحمه اللي في التلاجة دايبه دوب. بصوا دايبه، عملتها بطريقه جميله، بطريقه حلوه. وشوية خس بقى مع عسل والبتنجان والكوسة وشوية ملوخية، لقيت كيس في الفريزر برضو. قلت بقى ايه، اما اعمل شوية ايه، محشي. ويلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. دول شوية الرز اللي بقوا من ايه، من محشي الممبار. قلت بقى ايه، اعمل بقى شوية ايه، محاشي عليهم. بدل ما اعملهم كده، لا، قلت ازود بقى عليهم بقى معلقتين صلصة، على بصلتين كده اضربهم في الكبة، شوية رز برضو يعني ايه، ظبطت عليهم شوية عشان يكفوا كده. ورز بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده، ما حصلش فيه اي حاجة، ولا بشنن ولا باش ولا حاجة. كان عندي الكوسة والبتنجان في التلاجة، طلعت قورتهم بسم الله ما شاء الله. شايفين التقويرة جميلة ازاي، حلوة كده. وظبطت وقرنين فلفل طويل، لقيته طويل عندي كده، قلت مفيش مشكلة، قسمته نصين. خدت الجزئية اللي تحت وقسمته نصين كده، وكان طعمه زي العسل. يعني قلت بقى ايه، ما حد يجيلك فجأة كده بتبقي حاسة ان انتي إيه، مش عارفة، بتلفي حوالين نفسك مش عارفة تعملي ايه. كان لما كنت جايبة خس، قطعت الورق وحطيته في كيسة وشيلته. وكان عندي برضو شوية ورق عنب من محشي قبل كده. قلت والله لا، اطلع بسرعة بسرعة، وعندي الكوسة حطها في الدرج والبتنجان واعمل وكده. ورتهم بسرعة الحمد لله، وغسلتهم وظبطتهم وركنتهم. ورق الخاص حطيته في ميه دبلته بس كده تتبيله. ورق العنب طلعته برضو هدي، وعندي كيلو لحمه قلت بقى اعمله. وكان يوم جميل واكله حلوه بصراحه، الحمد لله رب العالمين. يا رب ربنا يطرح البركه في اي حاجه. ونيجي كده بقى نقول بسم الله. حطيت كده معلقه بقى ايه، سمنه كده. طبعا انا لا هقلي ولا هخدع، كل حاجه جاهزه معايا. الرز كان موجود، ما عملتش فيه اي حاجه. بس هدي بقى ايه للحمه كده تشويحه حلوه. احط لها بقى ورق لوري وحبهان وطماطمايه وبصلايه. يعني الورق اللوري ده فيه بعض ناس بيقولوا عليه غار، فحسب بقى ما انتوا عارفينه. شويه فلفل بقى اسود كده، وشوح شوح كده فيه لحد ما بقى متنزل كل الميه كده، وبتبقى حلوه. ازوده بقى، بحب انا اشوح اللحمه كده ايه، في الحبهان والفلفل الاسود والورق اللوري وطماطمايه وبصلايه. ولو عايزه تحطي نص قرن حار زي ما انت عايزه، ده اختياري مش اجباري. ونزود بقى كده ونسيبها تستوي بقى مع نفسها. طبيعه طبيعتنا احنا كستات بيوت او كطباخين او شيفات، اي حاجه بنعمل اول حاجه نبتدي بيها بنحط الزفر على النار، سواء بط او لحمه او فراخ او اي حاجه، لان هياخد سوا. وعلى بال ما انا اجهز يكون الشوربه بتاعتي جهزت. تمام. هنا الرز اللي كان باقي معايا، بشرت بقى بصلتين كده، ضربتهم في الكبه ضربه محترمه، على معلقتين صلصه، على شويه رز برضو كده نص كوبايه كده، وفلفل اسود بقى وملح. وظبطت الدنيا ايه، وقلبته كده عشان يبقى ايه زياده معايا. حسيت ان الكوسه والبتنجان ايه، هياخدوا ايه مني كتير. تمام. خدت بقى قلب الكوسه بسم الله ما شاء الله، شايفين عسل. حطيتها كده، ونحشي بقى الكوسه.
ما تحشيش الكوسة والبتنجان، دايما اقول لكم عشان البنات الحلوة اللي لسه بتتعلم، ما تعمليهاش بصبعك بقى قوي كده وتكبسيها وتفرقع منك، لا، عادي زي ما انت بتاعي، زي ما انا بحشي كده، يا دوبك تخبطها خبطة كده. ايوه، خبطة بسيطة كده وتحطيه عشان الرز يستوي وياخد راحته، ما يبقاش بقى مستوي جامد والكوسة تفرقع منك والكلام ده. انا بحب احشي الكوسه والبتنجان، ما اقعدش بقى اعمل بصوبعي كده واحشر كده واكبس، لا، يا دوبك اخبطها خبطه كده وانا بعمل، والرز ينزل وتبقى حلو. فلفل بقى ده كان عسل، مش عايزه اقول لكم، كان مدي طعم بقى للكوسه والبتنجان، وهو نفسه كان تحفه، وكان عامل ريحه جامده خطيره. اتعلموا الشطاري، واحنا كلنا شاطرين، ومتبقيش خايبه، مترميش حاجه في الوقت الغالي اللي احنا فيه ده، وقبل ما يبقى غالي كمان، عشان ما يبقاش حرام. باقي شويه رز منك حطيهم في قلب، ما تحطهمش في الفريزر، على رف التلاجة، بس ما تسيبهمش اكتر من يومين ثلاثه، عشان ما يبوش منك، يبوظ ويبوش ويبقى مش حلو، ويعجن معاكي في المحشي. وتتصرفي منك، تقومي جايبه نص بتنجان على نص كوسه، او عندك شويه ورق كده في التلاجة، دوري واحشي، ترميش اي حاجه. تمام، خلصنا الكوسه والبتنجان والفلفل، نيجي بقى نعمل ورق العنب بقى وجماله بقى، يا جماله اخره بقى الشويه دول، اخرهم كانوا عندي الشويه دول. احب انا اعمل الصابع الصغيره الجميله المغريه دي. بص اللفه عشان تبقى عارفه، انا بوريكي برضو كل مره عشان اللي بيبقى داخل عندي جديد وما بيشوفش اللفه. بص الصبع تدحرجيه كده وتلعبي بيه كده، تجريه كده على ايدك، ما يتحركش ولا يتفك، ولا لو عملت اللي ما يتفكش منك. تتني من هنا ومن هنا وتبرمي كويس، اهم حاجه برمة الصابع معاكي عشان يبقى ماسك نفسه في السوا ويبقى حلو كده ما يفكش. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا انا محتاره، الورق الخاص بيبقى مسكر، ورق العنب بيبقى مزز، فمش عارفه اعمل ايه، احطه على بعضه، لان دول شويه صغيرين ودول شويه صغيرين. بصوا الفرق ما بين اللون، ورق الخاص بيبقى اخضر، مهما تسلقيه بيبقى اخضر، ورق العنب برضو مهما تسلقيه هو بيبقى اخضر في الاول، بيبقى ايه اللون الجميل ده. طبعا احترت في الاول اعمله ازاي، دول في حله يبقوا شويه صغيرين ودول في حله يبقوا شويه صغيرين، طبعا بتقولوا عليا دلوقتي رغايه، بس انا لازم افهمكم. فانا اضطريت اعمل نص الحله ورق عنب ونص الحله ورق خاص، بس مش عايزه اقول لكم ادوا بقى طعم على بعض حكايه. هنا اللحمه بتاعتنا بقت زبده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الشوربه بتاعتها بقت دسامه ايه عاليه، هاخد بقى كده شوربة، احط عليها معلقة صلصة، وازود المحشي بتاعنا، بس هصفيها الاول من الحبان والبصل واللوري والطماطم والحاجات اللي احنا بنحطها تدي طعامة للايه، للحمة او الفراخ معانا. شوربة بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، مدية سمك بقى كده من الدسامة والجمال. حطيت بقى معلقة صلصة حلوة كده احمرها بيها بقى، ويبقى المحشي طالع ايه زي ما شفتوه كده، كان بيلمع وحاجة كده تحفة. زودنا بقى كده ايه الورق العنب والخس، ونزود الكوسة والبتنجان والفلفل. ومجرد ما يا ست البنات يغلي معاكي المحشي بتاعك، توطي عليه توطية بسيطة كده حلوة، اهو غلي اهو، نوطي بقى يستوي براحته. الرز شايفينه لا طلع منه ولا في حاجة مفرقعة ولا اي حاجة، رز يا دوبك كده. طبعا بقى برضو شوية رز، مهما كان بقى رز برضو عملته سويته برضو مش هيخسر. بقلب بقى في الفريزر، لقيت كيس ملوخية، قلت لا ده انا لازم اعمل لهم كيس ملوخية، وكل حاجة جاهزة، التومية ومعلقة الكزبرة الناشفة، وبرضو ايه بحب اعمل الملوخية لولادي. كيس كده لقيته، قلت بقى يلا ايه، بحب لما اروح فتح الله الاقي الملوخية اجيب كيس كيسين ينفعوا اي حد يطب عليا زي الوضع اللي انا فيه ده، ومية مية وزي الفل يا ست الكل. اللهم صل على النبي. يعني شوية رز بقى ومن الممبار حطيتهم وبواقي كلها في الفريزر، وعملنا احلى اكلة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.